احبس اللي يمنعك من الميراث ولا تبالي، ما تقولش ده عمي ولا خالي. حبس 6 شهور وغرامة 100,000 جنيه لأي حد يمتنع عن تسليم الميراث لأصحابه أو تسليم أي مستندات تدل على الميراث طبقا للمادة 49 من قانون المواريث. جات لنا حالات كتير إن الأخ الأكبر حاجز على المستندات أو مش عايز يدينا حقنا في بيتنا أو أرضنا أو شقتنا أو أيا كان الورث. هقول لك تعمل إيه. اول حاجه هتعملها، هتعمل له انذار على يد محضر من المحكمه، وتسيبه اسبوعين، تسيبه شهر، تسيبه شهر ونص. سلم اهلا وسهلا بيه ويبقى كافي خيره شره. ما سلمش، حضرتك هتروح القسم، هتعمل محضر وهتاخد الشهود وهتقدم المستندات الداله على ميراثك، او لو ما سلمش مستنداتك هتقدم المستندات الدالة على ذلك. وبعد كده بيتحدد جلسة في المحكمة وبيتحبس 6 شهور وبيتغرم غرامة من 20,000 ل 100,000 جنيه. طيب في حالة الصلح، طب لو خد حكم بات، خد حكم نهائي، هل في صلح في هذه الدعاوي؟ الصلح في هذه الجرائم في أي حال بتكون عليها الدعوة حتى لو كان الحكم بات، سواء كان الشخص خد حكم 6 شهور وغرامه 100,000 جنيه، او سواء خد اقل من كده، مفيش مشكله، من حقك انك تتنازل وتتصالح عن الدعوه طالما خدت حقك، وكان الله بالسر عليم. تحياتي عبد العزيز حسين، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله.